السلام عليكم. تعالوا مع بعض نجيب باك جراوند ونعمل لها ميرج فوق الباك جراوند دي، ونيجي على اللون بتاعها نغيره نخليه برتقاني. بعد كده نيجي نضيف ريكتانجل على الباك جراوند ونعمل لها ماسك. بعد كده نيجي نصغر حجم المربع للحجم الصغير ده. انا دلوقتي لو انا عايز اتحكم في المربع ده او اعمل له انيميشن، هبدا اجيب ترانسفورم واحطها بعد الباك جراوند علشان ابدا اتحكم في حركة المربع بتاعي. تعالوا مثلا نتخيل ان المربع ده عربية، وانا عايز اوصل من النقطة ألف للنقطة ب في مدة ثانيتين مثلا. هاجي اتحكم في السنتر بتاع ترانسفورم من هنا كده، او اقدر اتحكم من هنا كده. احط المربع هنا، نتخيل ان دي نقطة ألف، وهبدأ اعمل كي فريم على السنتر عند الفريم صفر، او الفريم اللي انا عايز ابدأ منه الانيميشن ايا كان. هبدأ اعمل كي فريم على السنتر بحيث ان انا اقول له يبدأ من هنا، وهبدأ اجي عند الفريم 48 بما ان الفريم ريت بتاعي 24 فريم ريت في الثانية، ف 48 فريم على التايم لاين معناه ثانيتين. فهبدأ اجي على الترانسفورم تاني بعد ما حطيت البلاي هيد عند فريم 48 واعمل كي فريم على السنتر، وابدا اغير في الفاليو بتاع السنتر بتاعي، سواء اجيبه هنا او اجيبه هنا او اتحكم من خلال الفيور زي ما انتم شايفين كده. انا هبدا اسيبه هنا، هاجي اتفرج بعد كده هلاقي ان المربع بيستغرق ثانيتين لحد ما يوصل من النقطة ألف للنقطة ب. طيب كده تمام وزي الفل، والناس كلها بتعرف تعمل انيميشن بالطريقه دي. ايه المشكله في الانيميشن ده؟ ببساطه ان الانيميشن ده مش واقعي. زي ما قلنا، تعالى نتخيل ان المربع ده عربيه، فالعربيه هتبدا سرعتها من 1 كيلومتر في الساعة ل2 ل3 ل4 ل10 ل20 لحد ما توصل مثلا في نص المسافة لسرعة 50 كيلومتر. بعد كده علشان تبدأ تقف فسرعتها هتبدأ تقل تدريجيا 40 30 20 10 5 لحد ما توصل لصفر عند نقطة الوقوف. طيب تمام، اعمل بقى انا دلوقتي الموضوع ده ازاي على برنامج دافنشي؟ في الحالة ديت انا هستخدم السبلاين، والسبلاين ديت لازم تستخدمها في كل انيميشن انت هتعمله علشان تخلي الانيميشن شكله سموز ومريح للعين. انا دلوقتي فتحت السبلاين من هنا كده ولقيت عندي الترانسفورم موجودة. لو انت ما لقيتش عندك الترانسفورم موجودة، هيكون السبب انك عامل شو اونلي سيلكت تول ومش محدد الترانسفورم بتاعتك. لازم تحدد الترانسفورم لو انت مفعل شو اونلي سيلكت تول. بما اني مفعلها اهوت ومحدد الترانسفورم فهي ظاهره لي هنا. لو جيت دوست هنا او لغيت التحديد هتلاقيها اختفت. والموضوع ده فايدته ايه؟ ان لو معاك مثلا كذا ترانسفورم الشكل ده، تعالى مثلا نعمل لدول كي فريم وجيت شلت شو اونلي سيلكت تول، هتلاقي كل الترانسفورم ظاهرين قدامك. فعلشان كده بنعمل شو اونلي سيلكت تول، وباجي احدد الترانسفورم اللي انا عايز اتحكم فيها بس علشان هي الوحيده اللي تظهر لي هنا. تعالوا نمسح دول ملهمش لازمه. هنيجي نحدد الترانسفورم ونبدا نفعلها من هنا. هنا بيقول لي اسم الترانسفورم، هنا القيم اللي انا مغير فيها السنتر او الديسبليسمنت هما الاثنين واحد. هبدا اجي هنا اعمل زوم تو فيت عند السهم ده، هيظهر لي الجراف اللي قدامكم ده. الجراف اللي قدامكم ده بيشرح الانيميشن بتاعنا، المده بتاعته والفاليو بتاعه. تعالوا نكبر الجراف كده ونيجي نعمل زوم تو فيت تاني، وبعد كده نبدا نقرا الجراف بتاعنا. الجراف بتاعنا بيقول لنا ان احنا بادئين من فريم صفر، الفريمات اللي فوق اهي فريم صفر لحد فريم 48. هنا كده ما بين 45 و50 فريم 48 الجزء اللي فوق ده. طيب والفاليو ديت بيقول لي ان انا ببدا من فاليو صفر لحد فاليو واحد، هنا بيوصل لحد فاليو واحد. فاليو صفر وفاليو واحد انت هتلاقيها في كل الانيميشن. دي معناها ان القيمة اللي انت بادئ من عندها اللي هي 0.14 لحد مثلا 0.15 ديت، الاتنين الفرق دول من 0 لواحد، القيمة بتاعتهم من 0 لواحد. فده مش معناه انك اتحركت بقيمة واحد، لا، الفرق اللي ما بين القيمتين بتوعك هو واحد. علشان نبدأ نتحكم بقى في الانيميشن بتاعنا، نعمل الموضوع بتاع ان العربية تبدأ بالراحة وتنتهي بالراحة. هبدأ احدد نقطة البداية عندي بالشكل ده كده. هيظهر لي هاندل زي ما انتم شايفين، هاندل كده بسيطة ظهرت، هتلاقوها هنا كده بالشكل ده. هي رؤيتها صعبة شوية لكن انتوا هتكونوا شايفينها بكل سهولة. هبدأ اسحبها وانزلها تحت كده. تقولي ليه نزلتها تحت؟ عشان اقولك ان انا عايز ابدأ اخلي الكيرف بتاعي يطلع بالراحة كده. يعني مثلا هنا لو جيت رجعتها تاني بالشكل ده هتلاقيه بيبدأ يتحرك بسرعة ثابتة. يعني هنا بيتحرك بسرعة ثابتة، حاجة اسمها linear movement، ان هو بيتحرك بسرعة ثابتة. ودي مش موجودة الا لو انت مثبت سرعة العربية بعد ما انت بدأت تتحرك واديت الغيار الثالث الرابع الخامس ومثبت بقى سرعة العربية. فدي linear movement. انا بقى عايز اخلي المربع بتاعي يبدأ بالراحة وينتهي بالراحة. هبدأ انزل السبلاين بالشكل ده، فانت هتلاقي ان السبلاين شارح نفسه، هو بدأ يطلع بالراحة اهوت
يعني هو خارج من نقطة البداية بالراحة اهو، فبيبدأ يقرأ الفاليو على نطاق أبعد. يعني هنا بقى عند 0.2، لكن لو جيت رجعت كده هتلاقي ان نفس النقطة ديت مثلا او نفس مدة الكيرف بقت عند 0.4، لان انا بالحركة ديت فانا بطأت الحركة في البداية هنا كده. هو الموضوع سهل جدا، سيبوكم الارقام، لكن انتوا بس تفهموا فايدة السبلاين. هنيجي برضو عند النقطة اللي في الاخر دي كده، ونبدأ نرفع الهاندل بتاعتها كده بحيث ان هي تكون مثلا عند الفاليو ديت، تبدأ تنتهي بالراحة زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى نبدأ نتفرج على الانيميشن بتاعنا. هتلاقوه بالفعل بدأ بالراحة وانتهى بالراحة، وبالفعل بقى مريح للعين اكتر من قبل كده. طيب كده حلو قوي، احنا بدأنا نفهم اساسيات السبلاين، لكن هل في اختصار ان انا اعمل حرف الاس ده بحيث ان اي انيميشن معايا يبدأ بالراحة وينتهي بالراحة؟ ايوه، الاختصار سهل جدا، ممكن تعمله من خلال انك تحدد النقطتين دول كده وتدوس حرف الاس على الكيبورد، او تدوس علامة السموز من هنا كده. لو دوست على علامة اللينير هتلاقيه رجع لك الموفمنت لينير زي ما انت كنت عامل. لو دوست على علامة السموز هتلاقيه عملهم لك سموز زي ما انت عايز، بيبدأوا بالراحة وبينتهوا بالراحة. طيب انا دلوقتي عايز ابدأ اتحكم في الانيميشن من دماغي، مثلا انا عايزه مثلا يتحرك هنا بالراحة خالص، وبعد كده ياخد المسافة دي بسرعة جدا في نص الوقت، وبعد كده يبدأ يرجع بالراحة خالص. علشان اعمل الموضوع ده هبدأ برضو احدد الاتنين اللي معايا دول كده، وابدأ اتحكم في الهاندل ديت زي ما عملنا قبل كده. لكن برضو علشان اتحكم في الهاندل بكل سهولة، لاني مثلا لو عايز اسحبها على الخط ده هتلاقي ان الماوس بيطلع وينزل منك لفوق وتحت بالشكل ده. فعشان تتحكم فيها على الخط ده مثلا هتبدأ تدوس على زرار الالت وتدوس على الهاندل بتاعتك وتبدأ تسحبها كده، فهتلاقيك بتسحبها قدام وورا بكل سهولة. لكن لو عملت الماوس بتاعك لفوق وتحت هتلاقيها مش بتطلع او بتنزل معاك، هي دايما ثابتة على الجريد او ثابتة على اللاين بتاعك ده. فانا هبدأ مثلا اجيب الهاندل بتاعتي ديت قدام شوية كده، بحيث ان الحركة في الاول تبقى بطيئة قوي لحد فريم مثلا 20، فهو قطع 2 من 10 من الانيميشن. ده معناه ان هو قطع مسافة قليلة في وقت كبير، فمعناه ان هو يتحرك ببطء. وهبدأ برضو اجي على الهاندل دي اسحبها كده بالشكل ده مثلا، فهتلاقي مثلا هنا عند فريم 15 هو هنا عند 0.2 من الفاليو بتاع الانيميشن بتاعي، وعند فريم 20 مثلا هو وصل ل 0.7 في 5 فريم بس. فده معناه ان هو قطع نص المسافة في فريمات قليلة. هو قطع من هنا من 0.2 عند الفريم 15 لحد ما وصل هنا عند الفريم 20 كان عند 0.8 او 0.7، ما بين 0.8 0.7 ونص. فده معناه ان هو قطع 0.5 ونص في الخمس فريمات دول. فده معناه ان الحركة هنا هتكون سريعة جدا، وهيبدأ بقى من اول فريم 20 او مثلا من اول فريم 25 هنا عند 0.9 لحد ما يوصل لفريم 48، هو كده قطع 1 من 10 من الفاليو بتاعتي. فده معناه ان الحركة هنا هتكون بطيئة جدا. طيب تعالوا نفهم اكتر لما نبدأ نتفرج على الانيميشن بتاعنا. لو جينا شغلنا الانيميشن كده زي ما انتم شايفين، تعالوا نلغي دي كده، هتلاقيه بدأ بالراحة وبعد كده قطع المسافة دي بسرعة، وبعد كده بدأ يقف بالراحة زي ما انت شايف. لو جينا شرحناها على الجراف وهو بيتحرك هتلاقي ان هو كده بص لحد ما وصل لفريم 15 هو كان عند 0.2 من الحركة. اول ما وصل عند فريم 20 هو بقى عند 0.8 او 0.7 ونص. فده معناه انه قطع مسافة كبيرة في وقت قليل، فده معناه ان هو اتحرك بسرعة. وبعد كده هيبدأ يقف بالراحة زي ما انتم شايفين. في الاخر كده هيبدأ ان الجسم بتاعي يبدأ يقف بالراحة زي ما انتم شايفين. هي دي مبادئ السبلاين او اساسيات السبلاين، وبناء عليها تقدر تعمل اي جراف في دماغك انت عايزه. طيب دلوقتي تعالوا نرجع الجراف بتاعنا زي ما كان ونفكر في حاجة تانية نعملها مع بعض. انا عايزه مثلا يبدأ يتحرك بسرعة، يعني يبدأ بسرعة والمسافة دي يقطعها بالراحة جدا، وبعد كده مثلا هنا يوصل لنقطة النهاية بسرعة جدا. فهبدأ افكر فيها، انا عايزه يبدأ بسرعة، فهبدأ ارفع بقى الهاندل بتاعتي. ده معناه ان هو قطع تلت الانيميشن في 5 فريمات بالظبط. وهبدأ برضو الهاندل دي كده ابدأ انزلها تحت هنا كده. تعالوا مثلا نظبط الهاندل اكتر، مثلا هنا كده. ده معناه ان هو هيجي عند فريم 10 هيبقى عند 0.3 مثلا بالشكل ده. زوم تو فيت، لو اي حاجه اتلخبطت اعمل زوم تو فيت على طول. مثلا عايزين يكون ناقص 5 فريمات يبقى هو عند 0.7، فهبدا اجي عند 0.7 5 فريمات يعني 43.
هبدأ اجيب ديت هنا بالشكل ده. عندي فريم 43، ممكن ارفع دي هنا كده. تعالوا بقى نتفرج على الانيميشن اللي احنا عملناه. زي ما انتم شايفين هو بدأ بسرعة، بعد كده بدأ يمشي بالراحة، وبعد كده انتهى بسرعة زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف الجراف برضو وهو بيتحرك على الجراف. هو بدأ في ثانية. أول ما وصل عند فريم 5 كان قطع 3/10 من الانيميشن اللي أنا عامله أو من الفاليو اللي أنا عاملها. وبعد كده لحد ما وصل لفريم 40 أو فريم 43 كان وصل عند 0.7 من الانيميشن اللي انا عامله، او 0.8 معلش 0.7 ونص يعني 0.75 عند فريم 40. وبعد كده قطع المسافة ديت بسرعة في المدة القصيرة ديت. مثلا ممكن نظبط الكيرفات بتاعتنا او نغير اي حاجة احنا عايزينها مثلا. ده معناه ان هو هيفضل في الفاليو مثلا من اول فريم 10 لحد فريم 40 هيقطع من 0.3 لحد 0.5، فدي معناها مسافة قليلة جدا. فنيجي نتفرج زي ما انتم شايفين هو قطع فعلا من في المدة ديت مسافة قليلة جدا، وفي الاخر انتهى بسرعة زي ما انتم شايفين. وهي دي اساسيات السبلاين زي ما احنا شرحنا. عايزين مثلا نغير اي حاجة، مثلا في تريكاية ممكن نيجي نعمل الهاندل دي نرفعها كده. المفروض انت دلوقتي تكون قاري الجراف اللي انا عملته ده. التغيير البسيط ده انك تكون قاريه، ده معناه ان هو هيزود الفاليو، فده معناه ان هو هيرجع اكتر وبعد كده يبدأ يرجع لمكانه تاني. يعني هو مثلا دلوقتي بدأ بالراحة وبدأ ياخد سرعته، بعد كده وصل لفوق نقطة الوقوف اللي انا عايزه يقف عندها، وبعد كده بدأ يرجع لها تاني. فهاجي اتفرج زي ما انت شايف هتلاقيه راح كده وبعد كده رجع تاني. لو عايز برضو اعملها في البداية هاجي برضو هنا كده احدد دي كده وابدأ انزلها تحت كده. ده معناه ان هو يوصل لسالب 0.1، فده معناه ان هو هيرجع لورا وبعد كده يبدأ يروح لقدام. تعالوا مثلا نتفرج اهو زي ما انتم شايفين هو رجع لورا وبعد كده بدأ يروح لقدام. ودي طبعا حاجات من مبادئ واساسيات الانيميشن دي خاصه بالمونتاج، لكن الحلقه دي احنا بنشرح السبلاين اللي خاصه بدافينشي ريزولف. لكن موضوع ان الاوبجكت بتاعك لما يجي يتحرك يرجع وبعد كده يروح، او مثلا لما تيجي تحدف حاجه من فوق على الارض وتعمل باونس، الحاجات دي كلها مبادئ الانيميشن ككل، سواء في دافينشي سواء في افتر افكت سواء في اي برنامج في انيميشن. الحاجات دي بتبقى مبادئ الانيميشن اللي هي الفيزيكس بتاع اي جسم بيتحرك، ودي هتلاقي لها شروحات كتير على النت تقدر تبدا تفهمها من اي فيديوهات وتطبقها في الانيميشن بتاعك. لكن لو عايزين فيديو ليها ممكن نعمل لها فيديو في المستقبل ان شاء الله. طيب هل انا بقى كل ما اجي اعمل حاجه من الحاجات دي هبدا اغير في الكيرف بتاعي؟ هو المفروض يعني الكيرف ده بتاعك انت، المفروض انت تبدا تظبطه، لكن دافينشي ريزولف بيقدم لك اختصارات تقدر تستفيد منها. يعني لو جيت حددت النقطتين بتوعي كده وجيت دوست كليك يمين هتلاقي اختصارات كتير تقدر تستخدمهم. يعني احنا مش بنستخدم الايز بس، لا في اختصارات كتير. في مثلا عندك دبليكيت ان هو يعمل لك نسخه من الجراف بتاعك ده، نفس الفاليو نفس الجراف ونفس الفريمات بعديه. يعني لو جيت مثلا كليك يمين جيت عملت دبليكيت دوست لوب مثلا وكتبت له انا عايزه يعمل لوب 2 مثلا، يعني نسختين بعد النسخه دي. هنيجي ندوس اوكي مثلا كده هتلاقوه عمل لي نسختين من الجراف بتاعي. لكن بما اني عامل التايم لاين معلش هتلاقوه عمل لي نسختين من الانيميشن زي ما انتم شايفين كده. تعالوا مثلا نجرب حاجه تانية، ندوس كليك يمين نيجي على دبليكيت ريلاتيف ندوس 2 هيبدا يعمل لي بالشكل ده ان هو يكمل لفوق. فهتيجي تتفرج هتلاقيه بيروح هنا كده وبعد كده الاوبجكت بتاعي بيكمل اهوت زي ما انتم شايفين، لكن هو خرج من الباك جراوند بتاعتي. تعالوا نرجع كل حاجه زي ما كانت وندوس مثلا كليك يمين نيجي على دبليكيت بينج بونج نخلي مثلا 2 هيبدا ينزل لتحت ويطلع لفوق. هو عكس لي الانيميشن. فهنيجي نتفرج تلاقيه رجع مكانه وبعد كده بدأ يجي من هنا لهنا زي ما انتم شايفين. طبعا الحاجات دي كلها تقدر تستكشف فيها زي ما انت عايز، لكن الاختصارات بتاعتنا هي من خلال قائمة ايز. وزي ما انتم شايفين هتلاقي لينير ده هيعمل لي الجراف بتاعي لينير، هتلاقي ان كوادرات ده هيعمل لي الجراف بتاعي زي ما انت شايف كده ان هو بيبدأ بالراحة وبعد كده يبدأ ينتهي بسرعة شوية. فهاجي اتفرج
اهو، يعني هو بدايته بالراحة. تعالوا نصغر التايم لاين علشان يبدأ يعمل لوب لوحده. نيجي نتفرج هتلاقيه بيبدأ بالراحة وبعد كده بيبدأ ينتهي بسرعة او بسرعة شوية. ممكن اجي على الان كيوبك، ده معناه ان هو بدأ بالراحة خالص اكتر وبدأ ينتهي بسرعة اكبر. لان مثلا من هنا لحد فريم مثلا 30 هو قطع 3/10 من الفاليو بتاعتي، فده معناه ان هو اتحرك حركة بطيئة جدا لحد ما وصل لفريم 30 اللي هو قطع المسافة ديت في فريم 30. فهاجي اتفرج كده وبعد كده هيقطع المسافة التانية في الفريمات دي. لو عايز احسنها اكتر او مثلا عايز اتحكم فيها اكتر ممكن اشد الهاندل دي كده مثلا كده، او مثلا ممكن نخليها كده. طبعا تقدر تغير في الجراف زي ما انت عايز. مثلا اوت كيوبك ديت العكس، ان هو بيبدأ بسرعة وينتهي بالراحة زي ما انتم شايفين. ممكن برضو ابدأ اتحكم فيها مثلا كده، مثلا بالشكل ده كده، بحيث ان هو يقطع المسافة ديت عند فريم مثلا 15. هو وصل ل 0.8 من الانيميشن بتاعي او من الفاليو بتاعتي، فهتلاقيه فعلا عند فريم 15 اللي هو حوالي نص ثانية هو كان وصل للمسافة دي. لكن انا ممكن اقللها شوية مثلا كده بحيث ان هو يبدأ بسرعة عند فريم 10 يكون وصل للنص. ممكن نقللها برضو شوية كمان عند مثلا فريم 10 او عند فريم 15 هو وصل ل 0.6. هتلاقوها بالشكل ده، بدأ بسرعة وانتهى بالراحة. ممكن اسحب دي هنا كده، هتلاقوا الانيميشن معاك بالشكل ده. طبعا في اختصارات تانية كتير، والاختصارات ديت عشان تفعلها لازم تكون محدد النقطتين. يعني انا لو محدد دي كده مش هقدر استخدم الاختصارات، لان الاختصارات ديت بتبقى ما بين نقطتين. لازم احدد النقطة دي والنقطة دي، او ادوس كنترول ايه واجي على الايز هتلاقي الاوبشنات متفعله معاك. بعد كده هتلاقوا عندك ان اوت كيوبك اللي هي السموز زي ما انتم شايفين الجراف معمول له سموز. اوت ان كيوبك هتلاقوها بالشكل ده اللي احنا كنا شرحناه، ان هو بدأ بسرعة وفي خلال الفترة ديت فضل ثابت هنا شوية اهو، وبعد كده انتهى بسرعة زي ما انتم شايفين. هتلاقوا هي دي الحركة بتاعتنا. بعد كده هتلاقي عندك الاوت باك كيوبك، طبعا ده زي ما شرحناه ان هو عدى الفاليو بتاعي، عدى الواحد، فده معناه ان هو هياخد فاليو اكتر وبعد كده يرجع لنقطة البداية. هنيجي نتفرج هنلاقيه فعلا المربع راح قدام وبعد كده رجع تاني، واقدر اتحكم فيها من هنا كده. مثلا ابدا انزلها شوية بحيث ان هو ما يخرجش بره الشاشة، وانا مثلا عايزه يرجع بالراحة اكتر وعايزه مثلا يبدأ أسرع أكتر. مثلا تعالوا نشوف الجراف ده، هتلاقوا فعلا زي ما انتم شايفين. ممكن برضو أجي هنا كده أرفعه شوية بحيث إن هو يروح شوية أكتر. وطبعا موضوع الجراف ده بيبقى ممتع جدا لما تبدأ تتحكم في الانيميشن بتاعك. بعد كده الباك ان كيوبك ده طبعا زي ما انتم شايفين هيبدأ يرجع لورا خالص وبعد كده يبدأ يتحرك لقدام. فتعالوا نتفرج، رجع لورا وبعد كده اتحرك لقدام. لكن طبعا عايزينه ما يرجعش لورا خالص كده، عايزينه يرجع هنا مثلا، ياخد استعداده كده يرجع لورا وبعد كده يطلع لقدام بسرعة. وبرضو بعد كده عندنا حاجة اسمها دايلوج. الدايلوج ده نفس السبلاين ديت اقدر اتحكم فيه زي ما انا عايز. مثلا لو جيت خليتها اوت كيوبك اقدر اتحكم في الفاليو بتاعتي او في الجراف بتاعي مثلا بالشكل ده كده، ودي اجيبها هنا كده مثلا. فهتلاقوا ان الجراف بتاعي هو طبعا ظاهر بالشكل ده اهو. كده قللنا الفيو عشان نشوفه بشكل احسن، ان هو طلع وعدى الفاليو بعد كده رجع تاني. نيجي ندوس اوكي هتلاقيه اتطبق على السبلاين بتاعك، رجع تاني مكانه زي ما كان. هي دي اساسيات السبلاين. طبعا تقدر تفعل الموشن بلور. لو عايز تفعل الموشن بلور من خلال السيتنج بتاع الترانسفورم تفعل الموشن بلور، الكواليتي والشاتر انجل بتوعك والسبريد. لكن الموشن بلور ما بينفعلوش لما يكون في حركة سريعة، مش أي حركة نفعل فيها الموشن بلور. وطبعا الفاليو بتاعتك اللي انت هتغيرها مثلا سواء هنا ومثلا في الآخر جيت حطيت المربع هنا مثلا، فده معناه انك هتقطع مسافة قصيرة في وقت طويل نسبيا بالنسبة للمسافة. فلو جيت تتفرج هتلاقي ان الموضوع نسبي. يعني مثلا انت لازم تعرف انت هتتحرك كام فريم وهتتحرك مسافة قد ايه. وفي الاول وفي الاخر هو الموضوع خبرة وتجربة
واحده واحده هتلاقي الموضوع سهل جدا، وان الانيميشن سهل جدا. لو عايزين برضو اساسيات الانيميشن وتريكات في الانيميشن في دافنشي قولوا لي في الكومنتات، ونعمل لكم الاساسيات ونعمل لكم تريكات مفيده جدا في برنامج دافنشي. لكن ده بس كان شرح اساسيات السبلاين علشان تبدا تعمل انيميشن وتخلي الانيميشن بتاعك شكله حلو في برنامج دافنشي ريزولف. اشوفكم الفيديو الجاي، والفيديو الجاي هيبقى فيه مفاجاه حلوه جدا، هو ممكن يتاخر سنه لكن هيبقى فيه مفاجاه حلوه جدا. حرفيا هنشقلب القناه 180 درجه. اتمنى تدعمونا بلايك وتدعمونا بشير، واللي ما عملش اشتراك يشترك في القناه. اتمنى تصلوا على النبي وتدعوا لاهلنا في غزه واهلنا في السودان، واشوفكم الفيديو الجاي، وسلام عليكم.